بسم الله الرحمن الرحيم. الفريقان منتخب نيجيريا ومنتخب مصر. الحدث مباراة الذهاب في نهاية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. المكان نيجيريا. النتيجة تعادل إيجابي 1-1 سجل لمصر محمد صلاح. وإلى حضراتكم التحليل. الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي نتيجة سيطرة مصر على منتصف الملعب، فهو كان شوط سلبي أداء ونتيجة من الفريقين. جاء الشوط الثاني ورغبة المنتخب النيجيري أكبر في تسجيل الهدف، وكان الأكثر ضغطا وإيجابية على المرمى من المنتخب المصري، وفعلا ضغط ودافع الشناوي وخط دفاعه ببسالة، إلى أن جاءت تسديدة من أحد لاعبي المنتخب النيجيري تصطدم بالقائم الأيمن للشناوي وترتد للجانب الآخر لتجد مهاجم نيجيري يضعها هدفا وسط تكتل دفاعي مهول. ولنا عند هذا الهدف وقفة يجب علينا حتى نرتقي أن نخرج من كل مباراة بدرس نتعلم منه لنقلل من أخطائنا. فعدد مهاجمي نيجيريا في منطقة الخطورة كان 4، والطرفين غير متداخلين، وعدد مدافعي مصر وقت تسجيل الهدف وصل ل7، إضافة لحارس المرمى، مما يعني ضعف عدد المدافعين على حساب المهاجمين، مما يعني الغلبة لمصر. إذن ماذا حدث؟ إنما حدث هو عدم رقابة لصيقة من حمادة طلبة لمهاجم نيجيري وقت تسديد الكرة، بينما خبرة أحمد حجازي الدرس الذي نتحدث عنه، وهو رقابة لصيقة من المدافع لأقرب مهاجم له مهما كانت الكرة بعيدة، وهذا ما فعله حجازي وما لم يفعله طلبة. أما في الدقيقة 84 فكانت لقطة تاريخية للمدافع حمادة طلبة، حيث أنه يبلغ من العمر 35 سنة، وهذه أول مباراة دولية له، وكان محل جدال بين الكثيرين، إلا أنه دخل التاريخ بأدائه الرجولي وحسن توقعه وجهده وسرعته وتوفيق من الله في هذه اللعبة، حيث أنقذ مصر من هدف مؤكد بعد انفراد المهاجم النيجيري بأحمد الشناوي ومراوغته ووضعها في المرمى، فتنشق الأرض عن حمادة طلبة ليخرجها من على خط المرمى. واصلت نيجيريا هجومها وواصلت مصر دفاعها إلى أن جاءت الدقيقة 90، وظن النصور أن المباراة قد انتهت، لكن لمنتخب الساجدين رأي آخر، فبتمريرة هدية رائعة من رمضان صبحي إلى سفير المصريين في إيطاليا الموهوب محمد صلاح، الذي لم يرفض الهدية وسجل هدفا رائعا لتنتهي المباراة تعادل إيجابي 1-1. نتمنى اكتمال الفرحة في مباراة الإياب بفوز مصر ووصولها للعرس الإفريقي الذي بدون مصر هو أشبه بحفل زفاف بدون عروسة. تمنياتنا للكرة المصرية بالعلو والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.